السلام عليكم. بما أنه كان ياسر سقسوني على وصفة المطلوع، حبيت نعاود لكم الفيديو بالتفصيل. واللي موالفين ما ينجحش معاهم المطلوع جربوا هذه الوصفة وعينيكم مغمضين، راح يجي لكم خفيف وقطون من الداخل، ما يكونش معجن، والقشرة اللي من الخارج راح تجي لكم طرية. وأيضا راح نعطيكم السر باه ما يجيلكمش يتعلق كيما لاستيك. وهنا كيما راكم تشوفوا من كثرة الخفة تاعو حتى تعاودوا تطبقوه ولا تطووه يرجع كيما راهو. احتفظوا بالفيديو عندكم باش ما تبقوش تحوصوا عليه وتابعوا معايا للاخير. استعملت كيلو تاع سميد يكون ارطب خلاص. النوعيه تاع السميد استعملت هذه لمارك ماما. المبتدئات ننصحكم بها، راح تساعدكم جدا. في كيلو تاع سميد درت 2 ملاعق كبار ممسوحين خميره الخبز وملعقه كبيره سكر. نعمروا الكاس بالماء يكون دافي حتى المنتصف، ونحركوا المكونات مليح ونخلوهم حتى يتفاعلوا وتخمر ويضاعف الحجم تاعها. هذه الطريقة راح تعاوننا باش المطلوع تاعنا في ساعة يخمر ويجي اسفنجي من الداخل. نكملوا نضيفوا باقي المكونات اللي هي السينوج والملح حسب الرغبة، نخلطوهم شوية ونزيد نضيفوا في كيلو سميد 3 ملاعق كبار تاع الزيت. هذا هو السر باش ما يخليش المطلوع تاعك يجي يتعلق كيما لاستيك ويزيد يعطيه خفة وطراوة. ونخلطوا شوية هذاك الزيت مع السميد. وهنا شوفوا النتيجة اللي تحصلنا عليها بعد ما تفاعلت وخمرت. نفرغوا هذاك الخليط كامل في السميد ونزيد نعمر الماء في الكاس يكون دافي ونفرغه في السميد يتسمى لحد الساعة. درت كأس ونصف تاع الماء ونحطوه نبدو نعجنه بالعجانة ولا باليد ما يهمش، المهم نعجنه. نبقى نزيدو في الماء بالعقل حتى نتحصلوا على عجينة تكون رطبة ومتماسكة وتكون طرية. ما نروحوش نكتروا الماء ومن بعد نجروا العجينة وما نقدروش نتحكموا فيها. وهنا الكمية تاع الماء ما نقدرش نعطيها لكم مضبوطة لأنه السميد يختلف، كان لي يشرب كان لي ما يشربش، لكن بالتقريب أدت لي 2 كيسين وربع. لهذا المبتدئات انصحتكم باستعمال سميد ماما لأنه راح يتلم معاكم في ساعة ومش راح يعذبكم في العجين. المبتدئات دائما ننصحكم تخيروا سميد تكون النوعية تاعو ملاح. المهم نبقوا نعجنوا حتى نتحصلوا على هذه النتيجة، تكون العجينة طرية. لأنه لو كان تكون العجينة تاعكم يابسة راح يجي المطلوع تاعكم معجن من الداخل ويجي تقيل ما يجيش خفيف. كما قلت لكم كتشوفوا العجينة تاعكم تلمت وولت طرية وتلصق شوية في اليد. هنا نكتفي بهذا القدر ونروح نشكلوها. نديروا الفرينة فوق طاولة العمل وفوق العجينة، قطعوها وشكلوها على حسب انتم وش تحبوا. انا هنا قطعتهم الى 8 قطع، راح ندير 3 مطلوعات كبار والباقي نديرهم صغار. وانتم قطعوها وشكلوها كما تحبوا. وايضا المبتدئات ننصحكم تعملوا نصف كيلو، ما تعملوش كيلو كامل لانه كيلو راح تعطيكم كمية كبيرة شوي. بعد ما نقطعوهم نروح نكوروهم بهذا الشكل ونغطوهم ونخلوهم يرتاحوا مدة 5 دقائق. دائما ديروا الفرينة باش العجينة ما تلصقش. بعد ما ارتاحوا كما قلت لكم مدة 5 دقائق نفتحوا العجينة باليد ولا بالحلال، ودائما نستعين بالفرينة. والسمك ايضا انتم اللي تتحكموا فيه، تحبوها سميكة ولا تحبوها رقيقة. المهم ديروا في بالكم باللي الحجم تاعها راح يتضاعف. المهم السمك اللي راح تفتحوه راح يولي الدوبل. نكملوا نفتحوهم كامل، انا حطيتهم فوق طرشون. المهم نحطوهم ومن بعد نعاودوا نغطوهم ونخلوهم يخمروا، وكي نشوفوهم تضاعف الحجم تاعهم نروحوا نطيبوهم. ما نقدرش نعطيكم الوقت المضبوط لانه في السخانه راح يخمروا في ساعه وفي البارد راح يطولوا شويه، وايضا على حسب درجه حراره المطبخ ولا المنزل. كيفاش تعرفوهم خمروا؟ نشموا ريحه الخميره خرجت ونشوفوا ايضا الحجم تاعهم تضاعف. بعد ما يخمروا نحطوا الطاجين يسخن على اعلى درجه حراره. بعد ما يسخن الطاجين نحطوا الكسرة الطيب ونشوفوها بدات تشكل لنا الفقاعات، نقلبوها طول. نبقى نقلبوا فيها ونحمروها مليح حتى نتحصل على اللون الذهبي. وما ننسوش بعد ما تطيب نحمروها على الأطراف. كملت طيبت المطلوعات الكبار والصغار بنفس الطريقة، والمطلوعات الصغار راح ندير بهم دي ساندويتش خفاف.
هنا بعد ما كملت طيبتهم كامل، هذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها. مطلوع خفيف طري، عطيته لكم بمقادير مضبوطة، المكونات تاعو موجودة في كل بيت، وكذلك بطريقة سهلة جدا غير معقدة. هنا كنت قصيته باه تشوفوا النتيجة من الداخل. جربوه راح يجيلكم ناجح من أول تجربة. تبعوا جميع الخطوات وجميع النصائح فقط. ودرك راح نعطيكم فكرة سندويشات على السريع، بما أنه جاء فصل الصيف نحب الوصفات السريعة والخفيفة باش ما نبقوش واقفين بالسوايع في الكوزينة. نجيبوا هادوك المطلوعات الصغار قسمتهم على اثنان ونزيدوا نفتحوا في الوسط. الحشو ديروا واش حبيتوا، مش لازم تتقيدوا بالمكونات اللي دارتها. هنا درت شوية فخوماج ذوبته في الميكرووند، حكمت ببطاطا طماطم خلطتها مع شوية ماء وشوية هريسة، بطاطا مقلية، سلاطة، وتحصلت على أروع وأبان ساندويتش. تقدروا ديروا البيض، تقدروا ديروا طماطم وسلاطة وفخوماج طون كاشير، تقدروا ديروا فيونداشي بولياشي، ديروا واش متوفر عندكم، المهم انا عطيتكم الفكرة فقط. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وعجبكم الفيديو. واللي تجرب الوصفة خلولي رايكم في التعليقات. سلام.